السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ الفيديو النهارده يا جماعه مختلف شويه. هو يعتبر من اساسيات الريف برضه، وحاجات من اليوميات الارياف وكده والبيت الريفي، بس بعيد عن المطبخ يعني. دي وصفه لزياده انتاج الحمام. بصراحه ما شاء الله، انا الحاجه اللي بجربها وتنفع معايا بقول اطلع اتكلم عنها. ما جربتهاش خلاص مش بعتمدها يعني. الوصفه دي انا جربتها ما شاء الله، مرضيه جدا. وطبعا الرزق بالله قبل اي حاجه. انا كان عندي الاول حمام قبل كده، بصراحه يعني ما كانش قوي. جبت اتنين بس ما شاء الله. ادي ده اول انتاجهم، طبعا بعد ما جربت الوصفه. وده ما شاء الله اهو لسه صغير ما شاء الله، قبل ده ما يطير خالص اهو. التاني ما شاء الله زي ما انا وريت لكم كده. لو انا الحاجه بجربها يا جماعه بقول جربتها وكويسه والدنيا زي الفل. ما جربتهاش يبقى خلاص، لكن ان شاء الله دي عن تجربه وتجربه شخصيه كمان، وللامانه والمصداقيه هي حلوه قوي. جربيها. اول حاجه بنجيب الشيح واغليه واصفيه واخد ميته، ده عشان الديدان، بيمنع الديدان لاي طير يعني، اي طير عندك او الفراخ او البط او كده، بس انا النهارده بتكلم عن الحمام. بصفيه واحطه على الميه. الحاجه بقى اللي انا هتكلم عنها النهارده هي يا جماعه الجنزبيل البودره او الجنزبيل المطحون. لو عندك فريش ماشي، انا بصراحه ما جربتش الفريش، الجنزبيل الفريش، لكن ده الجنزبيل البودره. يلا نشوف الوصفه اللي معانا. ما شاء الله انا جبت الجنزبيل معايا اهو، بنزل عليه بالميه اللي معايا. ان شاء الله الطير يشرب منه، والانتاج الحمام هيتغير تماما. طبعا غير العلف بقى، لو انت بتشتري علف، طبعا لو انت بتشتري علف جاهز تمام. مش بتشتري علف جاهز، عندك شويه قمح، شويه ذره، شويه رز، اي حاجه، اي بواقي اكل، بس طبعا غير اكل اللي هو الاكل المستوي يعني. ما يبقاش فاضي شويه رز طيبين مستويين واحطهم، طبعا ما ينفعش. شويه عيش مدشوشين، اللي هي اي اكل من هو اكل الحمام يعني. انا بشتريه بصراحه علف جاهز. ما شاء الله جربوا وصفتي وان شاء الله تطلعي مرضيه منه جدا. وقبل اي حاجه الرزق بالله يا جماعه. ويا ريت لو فيديوهاتي بتعجبكم ما تنسونوش باللايك والاشتراك. انا بحاول على قد ما اقدر اجتهد ان انا اجيب لكم اي معلومه او اي حاجه جديده في الفيديوهات. اللي يشوف الفيديو ويستفاد منه ويجرب الوصفه ان شاء الله ويطلع مستفاد منه ومرضي منه، ما ينسونوش باللايك والاشتراك. واشوفكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.